بصي يا دكتورة مروة، أنا متجوزة من 3 سنين. اه. وأنا يعني اتجوزت جوزي ده، وأنا يعني ما مش بحبه ولا حاجة، يعني صالونات. امم. بس يعني حبيته في فترة خطوبة وكده، وحبيته وكان في مشاكل بيني وبينه، بس مشاكل خايبة كده، بس حبيته يعني. طيب الحمد لله. وبعدين اتجوزت وجبت ولد. امم. هو على طول يعني على طول مسافر. يعني مثلا كان يسافر وهو هنا مصر، كان يسافر ويقعد شهر ويجي 3 أيام. أنا ضريت على كده، يسافر يقعد شهر ويجي 3 أيام، يعني اه. من الديون اللي عليه وكده. تمام. فإيه يعني إيه، هو بيعمل عشاننا كل حاجة ومش عايز ينقصنا أي حاجة، بس لو نقصنا في يوم بيبقى غصب عنه. امم. وبعدين يعني هو دلوقتي من 3 شهور كده سافر، سافر ليبيا. عمل ايه من 3 شهور؟ سافر ليبيا. سافر ليبيا. سافر ليبيا. امم. أيوة. يعني ايه، عشان علينا ديون كتير ومش عارفين نسددوها وكده. امم. فهو سافر ليبيا عشان كده يعني. طب خليكي اسرع شويه، قولي لي فين المشكله. وبعدين يا دكتورة، امم. يعني انا بكلمه مثلا، يعني عايزة نكلمه. م- لما نعوز نكلمه هو مش عايز يكلمني شوية. يعني يحط لي اعذار ياما. انا مش فاضي، انا بنعمل العشاء، انا كده. يعني عنده اعذار كتير. هو مش بقاله عايز قد ايه يكلم. متجوزك؟ انا بقى. نعم. بقالك قد ايه متجوزه؟ لا الصوت قطع عندك. الو. بقالك قد ايه متجوزه؟ بقالي 3 سنين. طيب بقالي انت ثلاث اكيد سنين ادرى بيه في ال3 سنين دول. ايوه. طيب. بس هو يعني هو يعني مش حبك، ولا فعلا عنده مسؤوليات جديده م- اتضافت عليه من بعد ايوه. السفر؟ لا هو بقى لما سافر وكده، فهو مش، حتى لو عنده وقت يكلمني بيبقى مش قادر يكلمني، مثلا مش عايز. امم. هو مش عايز يعني، مش عايز يكلمني، مثلا يقول لي ايه. يعني مثلا الواحد لما يكلم مراته بيعملها عن الغربة. هو الغربة وحشة، فهو امم. يعني يعوضني عن غربته ديت، ان هو يقول لي كلام حلو وكده. لا هو مش عايز كده. عنده ان انا ما نعرفش، بيقول لي انا ما بنعرفش نقول الكلام ده. طب وهو طول عمره كان كده ولا ده جديد عليه؟ لا 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 لا، هو وانا مخطوبه ما كانش كده، وانا متجوزه بقى لا في 3 شهور. الشهور، مش هو كان بيسافر بيقعد شهر ويجيلك 3 ايام؟ ايوه. في لا الشهر اللي كان كان بيغيبه لا ده ما كانش كده. كان كده. كان كده، يعني وهو طبعه هو ما مخطوبين. اتغيرش؟ نعم. طبعه هو ما اتغيرش؟ ايوه بس ما اتغير، احنا كنا مخطوبين، ما كناش كده. ما كناش سيبك من كده ايام خالص. الخطوبه بقى، خلينا انت ايوه. دلوقتي ست متزوجه ومعاكي ولد، واكيد المخطوبين بيبقى في بينهم كلام ولهفه وكلام لطيف والكلام ده. انا سالتك لما هو اتجوزك وكان بيغيب عنك شهر ويجيلك 3 ايام، كان في الشهر بيكلمك يقعد يقول لك كلام حب وانا بحبك وحشتيني وامتى اجي والكلام ده، ولا نفس الطريقه بتاعت ازيك عامله ايه يا رب تكوني كويسه ولادي الولد كويس او البنت كويسه ويقفل؟ ايوه. هي دي ايوه الطريقه. اهو. ما هي دي اتغيرتش الطريقه. لما راح ليبيا، ما اتغيرتش. وما اتغيرتش لا. تمام. وبعدين يا دكتورة، أنا ما كانش معايا تليفون. أنا لسه جايبة التليفون من 3 شهور، من ساعة ما هو سافر يعني. اه. وبعدين دخل لي واحد جارنا. امم. جارنا في البيت، بيت أبويا. اه. دخل لي على النت. امم. وإيه. وكلمني. كلمني إزاي إن هو عادي أخ ليا وكده. وبعدين بقى اتحول عايز يكلمني إن هو إيه، عايز يتكلم معايا. امم. بيقول لي أنا مرتاح لك والكلام ده. ماشي، وانتي عملتي المهم ايه؟ مرة في مرة كلمني فوق. وأنا محتاجة له. فأنا اه. محتاجة، فأنا يعني اه كلمت. أنا فاديتي له عارفة مساحه وكلمتيه. أنا كلمته فون. وبعدين شوية وقال لي أنا عايز نكلمك فيديو. كلمته فيديو، فهو عايز ينتقل لحاجة أكثر من كده، وهو متجوز. وصلتوا لفين؟ إيه؟ طيب حصل علاقه؟ لا 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 لا. اه. لا هو عايز ينقل لحاجة تانية، بس أنا ما سمحتش لكده. مم. وقفلت السكة في وشه. وعملت له حظر. حلو. عملت له حظر من على التليفون خالص. حلو. بس انا عملت حاجه غلط، ان انا رحت كلمته. طبعا عملتي اكبر ايوه. غلط. عملتي ايوه. اكبر غلط وفتحتي باب ايوه. الشيطان بايديكي. ايوه. ايوه طيب. انا رحت، انا عارفه والله. انا رحت كلمته يا دكتوره، لما كلمته بس انا غصب عني، ان انا مش لاقي لا حاجه بصي خلينا متفقين. حتى لو انت في وضع مش عاجبك ما تقوليش غصب عنك في الغلط. محدش بيغصب على شيء. انت عملتي ده بارادتك.
واديتي مبرر والشيطان جه قعد يلعب لك في دماغك ويقول لك ايه هتعملي ايه؟ ما انت لو جوزك بيقول لك كلمتين حلوين ما كنتش عملتي ده، ما كنتش اديتي المجال لفلان. فابتديتي تحسي ان انت ضحيه، وابتديتي تحسي ان انت يا حرام مظلومه، فابتديتي تكلميه وتدي له مساحه. فهو ابتدى يتطور الامر. الاول قلتي اه اخ وبفضفض له، وشويه بقى ايه رايك نتكلم كلمتين حلوين وانا مرتاح لك، والموضوع ابتدى يتطور لحد ما انت فقتي الحمد لله. ومن كرم ربنا عليكي ان انت فقتي قبل ما يحصل الكارثه الاكبر. ما هو الموضوع تدريجي، وهو ده لما بنورد باب الشيطان هو ده اللي بيحصل. بتبدا الغلطه بغلطه اكبر بغلطه اكبر لحد ما بنوصل للكبائر والعياذ بالله. فانت غلطتي مفيش فيها كلام. هرجع اقول اصل انا غصب عني؟ لا، مفيش حاجه اسمها غصب عنك يا حبيبتي. مش عاجبك جوزك وحاسه ان هو حرمك من مشاعر انت محتاجاها، والله ارفعي التليفون قولي له بصي يا حبيبي، انا واحده ست بحب الراجل يدلعني، بحب الراجل يقول لي كلام حلو، والراجل ده ما ينفعش الا يكون جوزي حلالي اللي ربنا كتبهولي، وانت مش قادر تشبعني في النقطه دي، ومش قادر تحتويني، ومش قادر تفهم ان انا مستحمله بعدك بالعافيه، فانت حتى مش عارف تضحك عليا بكلمتين حلوين في التليفون، وبناء عليه عشان انا بصون نفسي وبعف نفسي مش هكمل معاك. فيا اما تقعد مع نفسك وتفكر في اللي قلته، وتعرف ان انا ست وليا حقوق وبحبك وعايزه اسمع منك كل الكلام الحلو اللي في الدنيا، عشان انا مش عايزه اسمعه من حد غيرك. وانت لو ما عندكش القدره انك تشبعني بالحته دي، يبقى فراق بيني وبينك، انت من طريق وانا من طريق. والحمد لله ان احنا عندنا عيل واحد مش 3 4 5 6، وابنك هيفضل في الحفظ والصون، ابعت له مصاريفه وانا هربيه احسن تربيه. وساعتها تروحي تدوري على حد يكمل لك الناقص ويقول لك كلام حلو ويشبعك حب. لكن اكون متجوزه واروح اخون جوزي، اودي مبرر لنفسي اصل هو مقصر، لا والف لا، لا والف لا. اختاري طريق ربنا وخليكي واضحه. والله جوزك استجاب وحس انه هيفقدك ففاق لنفسه وراجع نفسه وقال لك حقك عليا، انا كنت مضغوط، معلش انت ما تعرفيش انا بشوف ايه، فساعتها الكلام بقى بينكم لطيف، خير وبركه وادي الرب الواد. ما حسش اي احساس ناحيتك وقال لك هو ده اللي عندي وانت مش قادره تستحملي، ابعدي. لكن انا اتمنى انك تربوا الولد ما بينكم، اتمنى ده. وربنا يا رب يبعد عنك اي شر، ويبعد عن كل البنات والستات اي شر، ويعرفوا ان باب الشيطان ومدخل الشيطان سهل جدا، بيجيلك من ضعفك والحته اللي ناقصاكي، بيجي يقولك انت محتاجه ده ويشاورلك، واحنا عشان ضعاف بنروح نمشي معاه، مع انه بعد كده بيقف يضحك واحنا بننفذ الغلط اللي هو قال لنا عليه.